النهارده هنحكي حكايه. انا هحكي لكم حكايه مش علشان تتعاطفوا معاها، لكن عشان تتعاملوا ان الطيبه الزياده ساعات بتتحول لسذاجه، والسذاجه بتوجع اكتر من اي ضربه. انا بنت بسيطه عاديه، مش من النوع اللي بتشاف وسط الزحمه، بس كان قلبي كبير، يمكن اكبر من اللازم. قابلته وانا في اخر سنه جامعه. كان مختلف، مهذب، مؤدب، حنين. اول مره حد يبص لي بعين فيها احترام مش شهوه. وقعت في حبه من اول كلمه. هو كان بيحاول وبيشتغل كذا شغلانه، وعنده حلم يفتح شركه خاصه. وانا كنت بشتغل بعد الجامعه، بساعد في مصاريف البيت، وبقول له دايما انا معاك حتى لو الدنيا كلها ضدك. وقفته على رجله. انا اللي وقفته. جبت له لابتوب بالقسط، دفعت له كورسات من مرتبي، ساعدته يخلص ديونه. ساعد... كنت شايفة مشروع راجل حقيقي يستحق إن أضحي عشانه. مرت 3 سنين، كبرنا مع بعض. حلمنا كبر وتحقق له جزء كبير. بقى عنده شركته وفلوسه وعربيته، وأنا لسه في مكاني. بس كنت فخورة لأن نجاحه جزء مني. يعني انت ساعدتيه في كل حاجة، ووقف على رجله وانت فضلت زي ما انت. لكن فجأة ابتدى يتغير، يختفي أيام، يرد برسائل باردة ما فيهاش إحساس، زي ما يكون بيعمل اللي عليه وخلاص، بيرد على الرسالة وخلاص. مشغول، تعبان، عنده ضغط شغل. ده كان التلكيكة اللي هو بيتلككها لي. بس قلبي كان بيقول لي حاجة تانية، واللي بيحس بيه عمره ما بيكذب إحساسه. وفي يوم وأنا راجعة من شغلي بدري، دخلت الكافيه كنا بنروح مع بعض. لقيته هناك قاعد معاها. كانت أقرب واحدة ليا، صاحبتي اللي كانت بتسمعني وأنا بعيط بسبب تغيره، اللي كنت بقول لها كل التفاصيلي، وهي كانت بتضحك وتهز دماغها وكأنها بتحس بيا. لكن الحقيقة إنها كانت بتاخده مني كل يوم حتة حتة، بنفس الكلام اللي كنت بقوله. كانت بتدخله من نفس الباب. ولما واجهته قال لي ببساطة أنا آسف، أنا تعبت وقلبي لاقي راحته معاها. طبعا شكرا، كتر ألف خيرك أنت وهي. راحتي اللي تعبت معاك، وقفت معاك، شالتك وقت ضعفك، دي كانت راحتك. ساعتها سكت، بس مش علشان مكسوفة، علشان اتعلمت إني مش كل ظهر يستاهل سنده، ومش كل قلب يستحق نحبه. النهاردة أنا أقوى، مش علشان نسيت، لكن عشان وجعي علمني. وكل واحدة بتسمعني دلوقتي، حافظي على نفسك. اللي ما يقدركيش وانت في ضعفك ما يستاهلكيش وانت في قوتك. انا ابقى واجهه للي يستاهل، اللي هو يسندني، مش اللي انا اسنده وفي الاخر يبيعني. وقفت جنب الشخص الغلط بكل كياني. سنين من التعب والدعم والحب راح راحت في لحظه لما خانها مع اقرب صاحبه ليها. ده مش مجرد حكايه، دي صدمه ووجع وخذلان صعب. الخذلان بيبقى صعب فعلا للواحده يا جماعه. الواحده بتبقى عامله كل حاجه للبني ادم اللي بتحبه ده، ويحصل خذلان منه، ده ممكن تتكسر وتقعد سنين عليه. ليه انت ليه ما دام واقفه جنبك، انت مش عايزك كنت تقول من الاول، اثر المشوار عليها. اسمعوا القصه للنهايه واعرفوا ليه الطيبه زياده ممكن تكسر القلب. لو مريت بتجربه شبه تجربتي، يا ريت تبعتولي، اكتبولي في التعليقات. انا كمان اتوجعت قوي. ودي كانت قصتنا النهارده وفضفضتنا. يا رب تكون عجبتكم، واستنى رايكم. وفعلا الخذلان وحش يا جماعه، ولو حد مر بالتجربه اللي هي مرت بيها دي، اكيد هو فاهم اللي انا بقوله. اللي ما تديش من كل قلبك. اعرفي البني ادم اللي قدامك ده 3 سنين كتير قوي، اللي انت تدي وتدي وتدي وهو كبر وانت زي ما انت في مكانتك. ليه؟ طب ما اللي انا كنت بعمله ده ممكن كنت عملته ليا، وكاريري كان فضلت اعلى منه. ده درس ليها ولينا، يا ريت نتعلم منه. ولو القصه عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. وفضفضت قلبي مع رنوش.